تخيل إن الخيانة تيجي من أقرب الناس ليك ومن أكتر شخص المفروض يكون هو الأمين على أسرارك ومصيرك. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. في قلب مملكة الجنوب العظيمة كان الكاهن الأكبر لأمون هو رمز الأمانة والقداسة. الكل كان بيشوفه الأب الروحي للمملكة وحامي تراثها وآلهتها، لكن تحت قناع التقوى ده كان فيه طمع أسود بياكل في قلبه، طمع في سلطة مطلقة ما حدش يشاركه فيها. في نفس الوقت كان ملك الشمال بيجهز جيوشه عشان يغزو الجنوب. كان عارف إن الحرب هتكون صعبة ومكلفة، وكان محتاج لطريقة تضعف المملكة من جوه. وهنا شاف الكاهن الأكبر فرصته اللي مستنيها من سنين. بعت رسالة سرية لملك الشمال، رسالة هتغير مجرى التاريخ. العرض كان بسيط ومرعب، هيفتح أبواب المملكة لجيوش الشمال مقابل إنه ياخد السلطة الدينية المطلقة على المملكتين بعد توحيدهم. ملك الشمال وافق على طول، الصفقة كانت أكبر من أحلامه. بدأ الكاهن الأكبر ينشر الفتنة بين قادة الجيش في الجنوب، كان بيقنعهم إن الآلهة غضبانة على الملك وإن الخلاص الوحيد هو الاستسلام. الأمور كانت بتمشي زي ما هو مخطط ليها بالظبط، كان كل شيء طبيعي، وفجأة تغير كل شيء لما الرسالة السرية وقعت في إيد قائد الحرس الملكي. القائد ما كانش مصدق اللي بيقراه، خيانة بحلم الكون من الكاهن اللي بيثق فيه. راح للملك فورا